لو انت ست مصرية اصيلة هتعملي المحشي بالطريقة دي، خلطة المحشي بكل حركاتها وتكاتها، بجد بجد هتبقي استاذة ورئيسة قسم فيها. بس قبل اي حاجة يا ريت تصلي على النبي وتحطي لي لايك من ايدك الجميلة دي، ولو مش مشتركة في قناتي يا ريت كمان تشتركي. اول حاجة بقى بنجيب شوية زيت وشوية سمنة حلوين كده على النار، وبعد كده بنجيب بصلتين محترمين. كل ما هتكتري بصل اكتر المحشي بتاعك هيبقى مسكر. وبعد كده ايه، البصلايه بتاعتك يا دوبك هتصفر، هتكوني عصرت الطماطم بتاعتك هتنزلي على البصل، وبعد كده خلاص سيبيهم بقى براحتهم يتسبكوا. وبعد كده شويه ايه، الرز بتوعك هتغسليهم وتصفيهم، وبعد كده الخضار بتاعك هتجيبيه مشكل طبعا وهتنقيه وهتغسليه كويس خالص، وبعد كده هتخرطيه، وبعد كده لما كله يبقى تمام ننزل كله على بعضه زي ما انت شايفه كده. التوابل بتاعتنا هتبقى عباره عن ايه، كمون وفلفل اسمر وكزبره ناشفه. وظبطي الزيت كده وخلي الايدام بتاعك تمام. ويلا بألف هنا وشفا على كل اللي هياكلوا. ما تنسوش تصلوا على النبي وتحطوا لي لايك.